السلام عليكم، انا امين فرونت اند ديفلوبر، وفي الفيديو ده هتكلم عن البرفورمانس اوبتمايزيشن، وبشكل اخص ازاي وصلت البورتفوليو بتاعي من بيرفورمانس 75 الى بلس 97. واول حاجه اصلا هنبدا بيها هو اصلا يعني ايه بيرفورمانس اوبتمايزيشن. هو ببساطه انك تقلل وقت تحميل الصفحه وتقلل وقت الرسم الاولي بتاع الصفحه، وفي نفس الوقت برضو تخلي تجربه المستخدم سموث. وفي البرفورمانس اوبتمايزيشن احنا ماشيين على اول 4 معايير مثلا اللي هم اشهرهم اصلا. اول واحد اللي هو ال LCP اللي هو Largest Contentful Paint، اللي هو اكبر عنصر بيظهر عندك، ده وقت التحميل بتاعه بيكون لازم نقلله يعني. وفي نفس الوقت اللي هو التاني واحد اللي هو ال CLS ال Cumulative Layout Shift، هو فيما معناه ان مثلا يكون في مثلا صورة انا مثبتها في مكان معين، بعمل ريلود للصفحة بلاقيها في مكان تاني خالص، بلاقيها مثلا عاملة ترانسليت اكس 200 بكسل، فاهم؟ فهو ده بيكون مثلا سببه يعني البرفورمانس وحش. التي بي تي ده اللي هو التوتال بلوكينج تايم، ده بيعمل بلوك للجافا سكريبت، فبيعمل اصلا بيكسر السكريبت شويه يعني. الاف اي دي اللي هو الفيرست انبوت ديلي، اللي هو سرعه استجابه الصفحه لاول كليك، اللي هو من معناه اصلا يعني هو واضح. نيجي بقى لتاني نقطه معانا، هو اصلا ازاي وصلت البرفورمانس بتاع البورتفوليو بتاعي لبلس 97. اول حاجه في فيو، هو اصلا بتعمل امبورت لكل الكومبوننت، فهو الكومبوننت اصلا بتحمل في اول ريلود اصلا للصفحه او ان تفتح الصفحه جديد، في كل الكومبوننت بتظهر معاك. فحلت المشكله دي طبعا بتاثر على ال LCP، فبتخلي ال LCP عالي يعني في الوقت التحميل بتاع الصفحه الاولي. حليت المشكله دي في حته ان انا عملت دايناميك امبورت لكل كومبوننت، بحيث ان الكومبوننت اللي احتاجه ابدا اعوزه لما اللي يكون قريب اصلا او في الصفحه اللي انا فيها. تاني حاجة عملت الليزي لودنج للايمج، اللي هو الاتريبيوت العادي خالص في الايمج، لودنج بيساوي ليزي. بس حل الليزي لودنج مش اسلم حل مع كل الصور، يعني في صور مثلا انا مهندلها بطريقة ما في السكرول تريجر في جساب، فهو مش هينفع يكون ليزي لودنج لان هيأثر على الانيميشن ومش هتبقى الطف حاجة وشكلها هيبوظ خالص. فكان الحل ان انا استخدم انترسكشن اوبسيرفر اي بي اي. هو فيما معناه ان هو مثلا زي ريوزابل كومبوننت، بيفضل يراقب الصفحه او يراقب الكومبوننت اللي انا فيه. اول ما اليوزر بدأ يبدأ يشوف الكومبوننت ده، فهو اوتوماتيك الكود بيقوم جاي عامل حاطط الاس ار سي بتاع الصوره. ده بيفيد في ايه؟ فهو اصلا في الاول خالص لما تفتح اصلا نتورك تاب مش هتلاقي اصلا الصوره دي ليها وجود اصلا خالص، مش هتلاقي اصلا اس ار سي للصوره. فهو ده احسن خالص، احسن حل يعني ان انا استعمله لما اعمل مثلا انتر اكشن معين للصوره او اعمل لها انيميشن معين يعني وكده. في الفيديو عملت بريلود نان في حته ان هو يوصل له يعني عشان ما يحملش في الاول خالص ويحصل بافرنج. في الحاجات دي برضو ظبطت البرفورمانس قوي، وخلت البرفورمانس عالي جدا يعني. والعميل يعني مثلا الواحد مثلا يدخل مثلا البورتفوليو عندي، بدل ما يفضل مثلا 10 ثواني او 5 ثواني يفضل اصلا عمال بتاع تحمل، وممكن مثلا يحصل كذا حاجه يعني في الخلفيه فتبوظ، فهو بديهي هيطلع من البورتفوليو لانه هيزهق اصلا. فالحاجات دي حسنتها بطريقه ما يعني. وفي اصلا حاجه في فيو اسمها في وانس، دي بتعرض الكومبوننت او النافار مثلا والفوتر مره واحده بس، ما تتعملش ريندر كل شويه يعني، او الحاجات الثابته تتعرض مره واحده بس. فانا استعملتها وحطيتها في الكود كتير. وفي نفس الوقت عملت مثلا ازاله للمكتبات اللي هي اللي ملهاش لازمه. انا مثلا بس جايب مكتبه مثلا معينه حجمها مثلا كذا عشان اكتب سطرين مثلا بيها او حاجه، لا طب ما انا اكتب السطرين مثلا دول نيتف جافا سكريبت وخلاص. وفي نفس الوقت برضه عملت ريفاكتور للكود وصلحت فيه اكتر واكتر يعني. وبس.